بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الخامس من الكورس المجاني الخاص بالدنتال موشن ديزاين. باذن الله في الفيديو ده هنشرح الكي فريمز وهنشرح الانيميشن وازاي بنبدا ان احنا نحرك الصور بتاعتنا جوه برنامج ادوبي افتر افكتس. خلونا نبدا سريعا كده بدون دخول في مقدمات كتير. عايزين نبدا ان احنا نعمل انيميشن للصوره بتاعتنا. انا عندي الصوره دي، خلينا ناخد صوره الافتر اكسترا اورال نمسحها من التايم لاين، هنحددها وندوس باك سبيس فتتمسح معانا من التايم لاين. بعد كده عايزين نسيف اللي احنا عاملينه فهندوس كنترول اس، عمل لنا سيف. وبعدين هنبدا ان احنا نجيب الخواص بتاعتنا زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، البوزيشن والسكيل والروتيشن والاوباسيتي. هبدا ان انا اعمل، شايفين علامه الساعه اللي جنب كل قيمه؟ معنى وجود علامه الساعه ان الخاصيه دي اقدر اعمل لها تحريك، اقدر اعمل لها انيميشن. فهبدا ان انا اعمل علامه الساعه عند البوزيشن، وعلامه الساعه عند السكيل، وعلامه الساعه عند الروتيشن، وعلامة الساعة عند الأوباسيتي، علشان نشرح بس إيه، نشرح فكرة التحريك دي بشكل سريع أو نشرح فكرة الكي فريمز. أنا لما دوست على علامة الساعة نزل لي زي ما أنتم شايفين كده، نزل لي نقط. النقط دي عبارة عن ده حاجة اسمها كي فريم، فنزل لي كي فريم عند بداية الفيديو، عند الثانية صفر والفريم صفر. عايزين نتحرك وليكن مثلا ثانية واحدة، أو يعني نتحرك 30 فريم لقدام، كنترول شيفت سهم يمين 3 مرات زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات. وعايز بقى بعد 30 فريم او بعد ثانيه انا عايز الصوره حجمها يكبر، فهبدا ان انا اكبر السكيل. هنلاحظ ان في نقطه جديده اتضافت عندي عند السكيل، نقطه في البدايه ونقطه في النهايه. النقطه اللي في البدايه دي بتمثل قيمه السكيل عند الثانيه صفر، والنقطه اللي في النهايه دي بتمثل قيمه السكيل عند الثانيه واحد. خلونا كده نشوف الحركه، نرجع تاني. ده هيكون شكل الفيديو بتاعي. شكل الفيديو بتاعي ان انا هبدا الصوره بعيده، بعد كده هتبدا يحصل لها زوم ان، وهكمل بقى لحد اخر الكومبوزيشن. ده كده الخاصيه الاولى اللي احنا اتحكمنا فيها. طيب انا عايز بقى بعد مثلا 50 فريم البوزيشن بتاعي يجي يمين شويه، فهدوس كنترول شيفت سهم يمين 5 مرات علشان اتحرك 50 فريم، وابدا ان انا اغير البوزيشن بتاعي، اخليه شمال او يمين شويه وتحت شويه مثلا. يعني انا بعمل دلوقتي حاجات عشوائيه، دي كلها حاجات عشوائيه طبعا، وابدا ان انا اتفرج. فهنشوف كده مع بعض من بدايه. انا رجعت الانديكيتور لورا وهنشوف عملنا ايه. اتحركنا من النقطه دي للنقطه دي، فانا عندي من النقطه 500، يعني من النقطه، من لما كانت الثانيه صفر كانت البوزيشن بتاعي كان هنا. خلينا كده نلغي السكيل، شايفين كي فريم السكيل انا دوست عليه وهدوس باك سبيس. فانا من الثانيه صفر لحد 50 فريم انا بتحرك، دي القيمه اللي انا بتحركها. انا اتحركت كده من النقطه الف للنقطه باء، حركت الصوره من النقطه دي. شايفين اصلا السهم اللي معمول لي ده، شايفين السهم اللي معمول ده، ده بيمثل لي الكي فريم بتاعتي، بيمثل لي ان انا هتحرك من النقطه دي للنقطه دي. ده السهم اللي معمول قدامكم ده اللي انا بشاور عليه بالماوس ده. طيب عايزين نعمل حركه كمان، يعني مثلا نلغي كده البوزيشن. عايزين نعمل مثلا بعد 30 فريم الصوره تلف حوالين نفسها مره، يعني دوره كامله. هندوس كنترول شيفت سهم يمين 3 مرات كده ثانيه كامله. بعد كده هاجي عند الروتيشن، انا عندي هنا 90 ثانيه او 90 90 ديجري، 90 درجه. وعندي على الشمال هنا رقم مكتوب عليه زيرو. طيب معنى كده ان انا عندي، هي الصوره عندي 90 درجه، انا عايز بعد ثانيه كامله تلف دوره كامله حوالين نفسها. فاقدر ان انا اخليها تلف دوره حوالين نفسها. يعني ايه دوره كامله حوالين نفسها؟ يعني 360 درجه. اقدر ان انا اجي عند 90 دي واكتب 90 زائد 360 وادوس انتر. فهنلاحظ ايه اللي حصل، ان بقت هنا 90 وبقى هنا واحد. يعني دي القيمه اللي هي هتلف بيها حوالين نفسها، وبعد كده هتثبت عندي 90 درجه. يعني اتمنى تكون الدنيا واضحه. يمكن ما اعملش، يمكن ما ادوسش 90 زائد 360، يمكن اعمل هنا واحد مره واحده عادي. يعني اقدر ان انا اغير في القيمه دي واقدر ان انا اغير في القيمه دي. طيب خلونا كده نشوف ايه اللي بيحصل لما بنعمل الموضوع ده. ندوس مسطره، لفت الصوره حوالين نفسها دوره كامله. ادي نص دوره وادي النص التاني، فهي كده لفت دوره كامله حوالين نفسها. ده بالكي فريم بتاع الايه، بتاع الروتيشن. طيب وهي بتلف حوالين ايه؟ بتلف حوالين الانكر بوينت. طيب فين مكان الانكر بوينت؟ مكان الانكر البوينت بتاعتي في النص. طيب لو انا عايزها تلف حوالين نفسها من النقطه دي، ببدا ان انا اغير في مكان الانكر بوينت الاول. يعني ما بحطش الكي فريم بعد كده بغير الانكر بوينت، لا، يعني بشيل الكي فريمز كلها وابدا ان انا اغير في مكان الانكر بوينت. بدوس واي من الكيبورد واخلي الانكر بوينت مثلا هنا. بعد كده ابدا ان انا افعل كي فريم على الروتيشن واتحرك مثلا ثانيه 30 فريم، كنترول شيفت سهم يمين 3 مرات، واعمل دي على واحد.
نبدا نشوف هتتحرك ازاي او هتلف ازاي. شايفين لفت حوالين نفسها من البوينت دي، البوينت دي هي اللي لفت بيها حوالين نفسها. فانا كده عرفت ايه؟ عرفت الكي فريمز او عرفت الانيميشن بتاعي بيحصل ازاي. ده كده بشكل ايه؟ بشكل عام جدا. عايزين بقى نبدا ان احنا نشرح اكتر، نتعمق اكتر، ازاي بنخلي التحريك سلس، ازاي بنعمل حاجات يعني ادفانسد اكتر. خلينا ندوس كنترول زد، كنترول زد، نرجع تاني. طيب انا عايز الفيديو بتاعي يبدا وانا عامل زوم ان. يعني انا عايز الفيديو بتاعي يبدا كده مثلا، او سوري كنترول زد، عايز اخلي الانكر بوينت بس بتاعتي في النص، فهدوس كنترول وكليك شمال مرتين فرجعت لي في النص. فانا عايز زي ما قلت لكم، عايز الفيديو بتاعي يبدا كده، وبعد مثلا 30 فريم او بعد ثانيه يرجع تاني لكده. فهعمل ايه علشان اوصل للموضوع ده؟ هقوم اعمل ايه؟ هاجي عند الحته اللي انا يعني دي الصوره انا عايزها كده هنا، انا عايز الصوره تكون بالشكل ده بعد ثانيه. فهاجي هخلي الانديكيتور بتاعي على ثانيه، ادي الانديكيتور بتاعي اهو على ثانيه، واقوم مفعل الكي فريمز بتاعتي كلها. يلا هعملها كلها، ولكن مش هنحتاج نغير فيهم كلهم، احنا هنغير في حاجات معينه بس. وهرجع تاني عند زيرو، هرجع الانديكيتور تاني عند زيرو. احنا بنعمل دلوقتي الكي فريم بالعكس، بالشقلوب. ليه؟ علشان بس تساعدنا في اللي احنا بنعمله. هندوس بس حرف الفي من الكيبورد علشان نعمل السلكشن تول. وبعد كده انا عايز بقى في البدايه يكون الصوره كبيره، فالصوره اهي كانت كبيره. انا دلوقتي انا ببدا الفيديو بتاعي، ومثلا عايز اوسطن الاسنان، فهغير في البوزيشن شويه في البدايه، خلي الاسنان متوسطنه، صغر شويه بس السكيل، صغرنا السكيل حاجه بسيطه. بعد كده نوسطن في الاسنان، ادي وسطنا الاسنان. نشوف كده، ندوس مسطره. ده شكل الفيديو بتاعي. طيب الحركه تحسوا فيها حاجه غلط صح؟ تحسوها بتتحرك مش واقعيه. الحركه علشان احنا عايزين نعمل حركه واقعيه، فعلشان نعمل حركه واقعيه محتاجين ان احنا نخليها محاكيه للواقع. اي حاجه بتتحرك دايما لما قبل ما بتقف بتلاقيها بتنطلق بطيئه، بعد كده بتكون سريعه، بعد كده بتكون بطيئه، او بتنطلق بسرعه وبتوقف ببطء. احنا عايزين نتحكم في السبيد او في السرعه بتاعه الموشن، عايزين نخلي شكل الحركه سلس. بنعمل ده ازاي؟ هنقوم محددين الكي فريمز اللي احنا عملناها. احنا عملنا على البوزيشن وعلى السكيل. انا كده مش محتاج كي فريم الانكر بوينت في حاجه فهشيلها، ومش محتاج الروتيشن في حاجه، ولا محتاج الاوباسيتي في حاجه. خلينا نكتفي بدول بس، وخلينا نكتفي بيهم برضو من الكيبورد. هندوس اس وشيفت وبي، خليهم بس دول اللي ظاهرين قدامنا علشان ما نلخبطش نفسنا. هقوم محدد التو كي فريمز، ومن الكيبورد هدوس F9 او FN F9 على حسب الاعدادات اللي انتوا ظابطينها في اللابتوب عندكم. انا هدوس FN F9، فهنلاحظ ان شكل الكي فريم اتغير بقى، حاجه اسمها ايزي يعني بيخلي الحركه سلسه. طيب ندوس كده مسطره، شكل الحركه احسن بكتير. ندوس كنترول زد، ده شكلها قبل، وبعد كده نعمل لها ايز تاني ونشوف شكلها، ده شكلها بعد. لا شكلها بعد احسن بكتير. طيب هل بنكتفي بكده بس؟ لا ما بنكتفيش بكده وبس. احنا بنبدا ان احنا نعمل ايه؟ بنفتح حاجه اسمها جراف اديتور اللي انا معلم عليها دي. بعد ما بعلم على الجراف اديتور بلاقي ده شكل الجراف، هدوس كليك يمين وهتاكد ان انا مختار اديت سبيد جراف. طيب ده معناه ايه؟ او شكل الجراف ده بيتحكم لي في ايه؟ ده بيتحكم لي في سرعه اللي انا زي ما انتم شايفين اديت سبيد جراف، ده بيتحكم لي في سرعه الموشن. فانا هنا ده مؤشر، ده بدايه دي بدايه الحركه. الحركه عندي هنا بتكون سريعه وبعد كده بتكون بطيئه، دي كده اهي سريعه بعد كده بتكون بطيئه، سريعه بعد كده بطيئه. ده شكل الجراف بتاعي. طيب كل ما طلعنا لفوق معنى كده سريع، كل ما نزلنا لتحت معنى كده بطيء. انا عايزها او عايز اتحكم في شكلها بشكل يعني هنعتمد عليه بشكل كبير جدا. هقوم محدد، شايفين السلكشن اللي انا بعمله ده؟ بحدد، ومن السهم الاصفر ده او عشان اخليه يظهر اكتر، انا عايزه هو مش واضح قوي، عايزه يظهر بشكل اكبر. فهعمل ايه؟ هكبر التايم لاين اللي احنا اتعلمناه الفيديو اللي فات الاساسيات، هدوس زائد من الكيبورد، زائد من الكيبورد، فنلاقي البتاع الصفرة كبرت لنا اهي. المؤشر الاصفر ده هقوم واخده وسحبه، هسحبه لحد قيمه معينه، خليها مثلا ده الشكل اللي انا هعتمد عليه. مش قيمه معينه، مش هنثبت على قيمه معينه، ولكن هنثبت على الشكل ده يعني تقريبا يكون نفس الشكل ده. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ احنا خلينا الحركه تكون سريعه بعد كده تكون بطيئه، فهتشوف كده شكلها هيكون عامل ازاي. شايفين شكل الارتداد اللي حصل ده؟ شكلها بقى سلس اكتر، شكل الموشن بقى سلس اكتر. طيب يمكن نعمل حاجه كمان، احنا عايزينها تكون سريعه جدا في البدايه. هنقوم عاملين ايه؟ هنقوم محددين على الكي فريمز بتاعتنا او على السبيد جراف بتاعنا، ومن السهم اللي على الشمال ده هنسحبه لورا. احنا عملنا ايه؟ احنا خلينا بدايتها تكون سريعه جدا وبعد كده هتكون بطيئه. هنشوف كده مع بعض.
هي كده بدايتها سريعه جدا، وبعد كده بتفضل بطيئه 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 لحد ما الموشن او ما الحركه بتاعتي بتنتهي زي ما انتم شايفين كده. فده الشكل اللي احنا بنعتمد عليه في بدايه الفيديو. بعد كده في نص الفيديو في اشكال تانية، في اخر الفيديو في اشكال تانية، ولكن ده شكل من ضمن الاشكال اللي احنا بنعتمد عليها في بدايه الفيديو علشان يعمل لنا زي فيجوال هوك كده، اللي هو فجاه كده صدمه، انت اتصدمت كده شفت موشن سريع حصل قدامك. طيب هنشيل الجراف اديتور من هنا وهندوس كنترول اس فهنسيف، ندوس ناقص من الكيبورد او ماينس فيظبط لنا التايم لاين بتاعنا، نرجع الانديكيتور ونتفرج. ده شكل الفيديو بتاعنا. طيب انا عايز بدايه الفيديو بتاعتي يكون في حاجه اسمها الحركه بتاعتي. هل الحاجه لما تكون بتتحرك بسرعه هل منطقي ان انا اكون شايفها بوضوح؟ لا، في عندي حاجه اسمها الموشن بلور. يعني ايه موشن بلور؟ يعني الجسم اللي بيتحرك قدامي لما بيكون سريع بلاقي ان في زي هزه، زي ما شفنا في الصوره دي، الجسم بيتحرك بسرعه فبيكون في هزه. ده الطبيعي، ده اللي احنا بنشوفه بعينينا. انت لو في قدامك واحد بيجري بسرعه ما بتشوفوش كله، انت لو في عربيه ماشيه قدامك سريع ما بتشوفهاش كلها بشكل واضح، لازم يكون في هزه كده او نغمشه كده خفيفه. بنعمل ده ازاي؟ عن طريق ان احنا بندوس على الخيار ده اسمه enables motion blur، وبعد كده بندوس على الخيار ده للصوره. شايفين كده البلور اللي حصل؟ شيل حط شيل حط، شايفين البلور اللي حصل؟ كده بقى شكل الحركه واقعي. ده اكتر شكل واقعي للحركه نقدر ان احنا نلجا له. نتفرج كده مع بعض. ده شكل الحركه. طيب عايزين مثلا، انا شايف ان هي بطيئه جدا في الاخر، شايفين في الاخر هي بطيئه جدا، فابدا ان انا احدد تاني واجيب الجراف اديتور وهدوس زائد زائد واتحرك من هنا في التايم لاين بتاعي، وابدا ان انا احدد على الجراف اديتور تاني. انا بحدده، بعد ما حددته هيبدا ان هو يطلع لي الاسهم. فابدا ان انا عملت ايه؟ انا سحبتها لورا شويه، والسهم اللي قدام ده انا هسحبه برده لورا شويه، بحيث انه ايه، انا عايزها تكون سريعه بس ما تكونش بطيئه قوي في الاخر، يعني تكون بطيئه في جزء معين، ما تكونش بطيئه كل المده دي. نتفرج كده تاني مع بعض. وعامه شكل الجراف اهو، وبنجيبه من هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا بقى تجربوا اللي انتوا شايفينه مناسب للمشهد بتاعكم، ولكن زي ما قلت لكم يكون في اساسيات التحريك. ان انا لما ببدا حركه ببداها سريع وبنهيها بشكل بطيء، فلازم نهايتها تكون بطيئه. ده لما بكون انا جوه الكادر. هل في استثناءات؟ في استثناءات للحاله دي. يمكن ابدا الحركه بطيء وانهيها بسرعه. يمكن اعمل العكس زي ما قلت لكم، يمكن اخلي مثلا الجراف بالشكل ده. شوف كده مع بعض، ثانيه كنترول زد حدد الاثنين مع بعض. يمكن نخلي الجراف بالشكل ده، اخليه بس سريع في النص، يعني اخليه بطيء في البدايه سريع في النص وبطيء في الاخر. اتفرج كده مع بعض على شكل الحركه. شايفين ايه اللي حصل؟ بطيء سريع بطيء. ده شكل من اشكال الحركه، عادي جدا يمكن ان احنا نعمله، ولكن انا بفضل الشكل ده في بدايه الفيديو. هنفضل على الشكل ده. طيب حلو قوي كده، احنا عرفنا اساسيات التحريك الاولى، وعرفنا اساسيات الكي فريمز، عرفنا الانيميشن بنعمله ازاي، وعرفنا بنحرك ازاي. اي قيمه بقى جنبها علامه الساعه نقدر ان احنا نتحكم فيها. وليكن مثلا هندوس حرف التي، شيفت وتي عشان يطلع لنا الاوباسيتي، وابدا ان انا اجيب الانديكيتور اللي في الاول خالص وهدوس على الاوباسيتي علامه الساعه، وبعد 30 فريم اقدر بقى ان انا اتحرك بقى بالكيبورد كنترول شيفت سهم يمين 3 مرات، واقدر ان انا اعمل حاجه ثانيه. شايفين السكيل وشايفين البوزيشن؟ انا اوريدي مفعل لهم كي فريم هنا، فانا عايز اتحرك عند الكي فريم بتاعتهم بالظبط. هعمل ايه؟ هاجي عند السكيل وشايفين العلامه دي، اتحركت عند الكي فريم الثانيه، العلامه دي هترجعني عند الكي فريم الاولى. فانا هاجي عند السكيل واتحرك عند العلامه الاولى واحط كي فريم عند الاوباسيتي. انا عايز الاوباسيتي هنا تكون 100%. طيب وعايز ابدا الفيديو بتاعي والاوباسيتي بتاعتي تكون وليكن 50، تكون في شفافيه قليله، وهبدا ان انا احدد الكي فريم بتاعت الاوباسيتي الاثنين، وهدوس اف ان اف 9 علشان اعمل لها ايه، الايزي ايز، عشان تكون الحركه سلسه. ومش هتحكم في الجراف اديتور بتاع الاوباسيتي، يعني بكتفي بس ان انا اعمل ايزي ايز. نتفرج كده مع بعض. الحركه بتاعتي بدات الاوباسيتي قليله وعامل زوم ان، وطبعا مع الموشن بلور ومع الواقعيه والدقه اللي احنا شايفينها الحركه كده واقعيه جدا وسلسه جدا. كده احنا عرفنا ايه اول درس في الانيميشن او التحكم بالكي فريمز. احنا عرفنا ازاي بنجيب الكي فريمز، عرفنا ازاي بنتحكم في الجراف اديتور بتاعنا، مهم جدا علشان نتحكم فيه لازم نكون محددين الكي فريمز. بعد كده نخش جوه ونبدا ان احنا نلعب في الجراف بتاعنا ونتحكم في الجراف بتاعنا زي ما احنا عايزين. وعرفنا اهميته وعرفنا استخدامه وعرفنا ان اي حاجه جنبها علامه الساعه فنقدر ان احنا نعمل لها كي فريم. طيب الكلام ده بينطبق على ايه؟ بينطبق على الخواص بس؟ لا، بينطبق على حاجات تانية كتير. ينطبق مثلا على وليكن الافكتات. عندنا مثلا افكت معين، خلينا نختار كده من effects and presets اللي هنا، نختار افكت وليكن اسمه كاميرا لينس بلور.
وابدا ان انا اخد الافكت ده وهسحبه على اللاير بتاعتي. طيب الافكت ده بيعمل ايه؟ الافكت ده بيعمل نغمشه على الصوره. فانا زي ما قلت لكم احنا عاملين موشن بلور اوريدي، بس برضو عايزين نعمل الافكت ده بيعمل بلور بنفس البلور بتاع الكاميرا بالظبط، نفس شكل العدسه. طبعا في خواص كتير ليه هنا وحاجات كتير مش هنتطرق لها دلوقتي، مش محتاجينها في حاجه. هشرح لكم بس ازاي نعمل الكي فريم ده على الافكت بتاعنا. طيب الافكت بتاعي نزل اهو، بجيبه منين؟ بدوس هنا وبلاقيه طالع في الافكت كنترولز. انا عندي هنا البروجكت بانل، في عندي هنا البروجكت بتاع الصور بتاعتي والميديا بتاعتي، وجنب على طول الافكت كنترولز بيجيب لي الافكتات اللي انا ضايفها على اللاير اللي انا محددها في التايم لاين. طيب انا دلوقتي عندي البلور عندي على 5، هدوس على علامه الساعه من هنا يو. طيب انا عايز اتحكم فيها تحت، هتحكم فيها تحت ازاي؟ هاجي عند اللاير بتاعتي، هدوس عليها وهدوس حرف اليو من الكيبورد، فهيقوم مطلع لي كل القيم اللي انا عامل عليها كي فريم. لما بدوس حرف اليو من الكيبورد، هدوس حرف اليو تاني هتتقفل، هدوس حرف اليو هيقوم ظاهر لي كل القيم اللي فيها كي فريم فعال. طيب انا عايز دلوقتي اتحرك لقدام، عايز اتحرك عند ثانيه، بعد ثانيه عايز الصوره ما تكونش منغمشه، عايز البلور يكون زيرو، هدوس انتر. طيب مع البدايه انا عايز البلور يكون وليكن خليه مثلا 20 وتدوس انتر. شايفين النغمشه؟ نفس النغمشه بتاعه الكاميرا او نفس الفوكس، يعني كانه طلعها من الفوكس. نحددهم ونديهم ايزي زي ما اتعلمنا وندوس مسطره. فاحنا كده عملنا ايه؟ احنا كده عملنا بدايه المشهد بتاعنا، بدايه السين بتاعنا. طيب حلو قوي الكلام ده. انا عايز بقى ان انا ابدا ان انا اجيب وليكن صوره الافتر. هاجي عند بروجكت، هجيب صوره الافتر اكسترا اورال. فين الافتر اكسترا اورال؟ تحت اهي. هجيب صوره الافتر اكسترا اورال وهبدا ان انا انزلها. طيب شايفين دلوقتي انا لو نزلت الافتر اكسترا اورال هل هتظهر؟ لا. ليه؟ علشان انا دلوقتي هنزلها تحت اللاير دي. نشوف كده مع بعض. انا نزلتها ما ظهرتليش لان انا نزلتها تحت اللاير بتاعه البيفور اكسترا اورال. خلينا ندوس كنترول زد ونرجع تاني نضيفها. انا هضيفها فوق اللاير بتاعه البيفور اكسترا اورال. شايفين الانديكيتور الازرق ده؟ انا هضيفها فوق اللاير فهتطلع لي على التايم لاين الانديكيتور بتاعي اراها الاول. وطبعا بما ان هي الصوره ما فيش وراها حاجه، فصوره البيفور اكسترا اورال طالعه من وراها. طيب دلوقتي هبدا ان انا اتحكم في الخواص بتاعتها، هبدا ان انا الفها واظبط الاعدادات بتاعتها. هدوس اس شيفت وبي شيفت وار وهلفها، هخلي الروتيشن 90 وهدوس حرف التي علشان ابدا ان انا اظبط الالاينمنت بتاعها. خلي 50% في الاول وابدا ان انا اظبط الالاينمنت. هقلل السكيل شويه واغير في البوزيشن، بحاول ان انا اركب السنان فوق بعض، اركب السنان الافتر فوق السنان البيفور. كده انا شايف ان هي نوعا ما يعني دقيقه نوعا ما. دلوقتي هبدا ان انا اكبر الاوباسيتي تاني، رجعت الاوباسيتي ل 100%. طيب انا عايز الصوره بتاعتي دي تبدا تظهر عند ثانيه و20 فريم. هقوم دايسين انا دلوقتي الانديكيتور فين؟ الانديكيتور عند ثانيه، انا عايز 20 فريم كمان. هدوس كنترول شيفت سهم يمين مرتين، وبعد كده انا عايز الصوره دي بتاعتي تبدا تظهر من هنا. هدوس حرف الجيم من الكيبورد فهي جات لي هنا. اتفرج كده مع بعض، ده الفيديو بتاعي. طيب انا دلوقتي عايز الصوره بتاعتي ما تظهرش فجاه، يعني انا عايزها تظهر عايزها تظهر بانيميشن. فهعمل ايه؟ اقدر ان انا اعمل هنا حاجه اسمها اوباسيتي. يعني ايه اوباسيتي؟ هاجي عند بدايه اللاير بتاعتي اللي هي الافتر اكسترا اورال، عايز اجي عند بدايتها هعمل ايه؟ هحرك الانديكيتور وادوس شيفت من الكيبورد فالانديكيتور هيروح لي عند بدايتها، واقوم حاطط كي فريم عند الاوباسيتي واتحرك مثلا 20 فريم. كنترول شيفت سهم يمين مرتين واخلي الاوباسيتي 100%. طيب قبل 20 فريم بقى او في البدايه، نرجع تاني في البدايه انا عايزها زيرو. بعد كده احدد الكي فريمز دي واديها ايز. اتفرج كده مع بعض هنشوف شكل الفيديو عامل ازاي. هجيب الانديكيتور من البدايه وادوس مسطره، ده شكل الفيديو بتاعي. هنلاحظ ان صوره الافتر اكسترا اورال طلعت لنا بشكل ايه؟ في ايه انيميشن كده سموث، يعني شكلها سلس احسن من ما تطلع كده فجاه وتخضني. طيب حلو قوي الكلام ده. طيب جميل جدا. انا دلوقتي عرفت ايه هي اساسيات التحريك بتاعتي، عرفت ازاي بتحرك في الكي فريمز، عرفت ايه هي التولز اللي انا بستخدمها علشان ابدا ان انا اعمل انيميشن، وعرفنا ان اي قيمه او اي حاجه جنبها علامه الساعه فاقدر ان انا اعمل لها تحريك، سواء كان افكت بجيبه من قائمه الافكتات بتاعتي اللي هي القائمه اللي على الشمال دي، قائمه الافكتس بتاعتي. يمكن في افكتات كتير جدا بيتعمل لها كي فريم، سواء كان خاصيه من خواص الصوره نفسها اللي هي الخمس خواص الرئيسيه اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، اللي هم الايه؟
اللي هم الانكر بوينت والبوزيشن والسكيل والروتيشن والاوباسيتي، سواء كانت زي ما قلت لكم اي حاجه تانية عامه جنبها علامه الساعه فاحنا هنقدر ان احنا نعمل لها انيميشن. طيب زي ما قلت لكم احنا البريفيو هنا لو حسينا الجهاز تقيل معانا شويه او الحركه مش سلسه، ببدا ان انا اقلل البريفيو كواليتي، خليها مثلا على ثيرد او على هاف او على كوارتر، يعني على حسب امكانيات كل واحد والجهاز بتاعه. تمام. طيب بعد كده شايفين انا لما خليتها هاف، شايفين العلامه دي، شايفين كل ما بحرك الانديكيتور فيه لون اخضر كده بيطلع. اللون الاخضر ده معناه ايه؟ دي حاجه اسمها بري ريندر. البرنامج وانا شغال بيبدا ان هو يرندر لي الفيديو بتاعي او يرندر لي الصور بتاعتي. طول ما المؤشر بتاعي لونه اخضر معنى كده ان انا في السليم، معنى كده ان انا ايه، الفيديو بتاعي هشغله وهيتعمل له بريفيو بشكل سلس، يعني هيكون ده شكل الفيديو النهائي. طول ما ما العلامه دي مقطعه، خلينا نجيب فول مثلا تاني او نخليها مثلا كوارتر، طول ما العلامه دي مقطعه او لسه بتحمل معنى كده ان الحركه بتاعتي هتكون مش سلسه، وهيكون في زي جليتش كده، هيكون الجهاز تقيل لسه بيرندر. يعني ايه بيرندر ده كله؟ يعني كلمه ريندر دي الحاجه يعني زي ما يكون بيحمل الفيديو في الجهاز علشان يظهره لي بشكل سلس. انا عايز اشوف الفيديو قدامي بشكل سلس وعايز اشوفه بريفيو بشكل كامل. انا عايز اشوف لما اعمل له ريندر او لما اعمل له اكسبورت واصدر الفيديو بكواليتي عاليه على الجهاز عندي، عايز اشوف شكل الفيديو النهائي هيكون شكله عامل ازاي جوه البرنامج قبل ما ابدا ان انا اطلعه من البرنامج. فلما علشان اشوف حاجه زي دي لازم يكون المؤشر ده كله بالاخضر علشان ابدا ان انا اشوف الفيديو بتاعي بسلاسه زي ما انتم شايفين كده. طيب احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعه الانيميشن والجزئيه بتاعه الكي فريمز، شرحناها كده بشكل سريع وبشكل تطبيق عملي. طبعا انا محتاج منكم تطبقوا ورايا وتكونوا بتطبقوا بايديكم وعارفين كل تول بتعمل ايه وعارفين اساسيات التحريك وعارفين الحاجات دي. احنا هنشرحها كده كده مع الشرح العملي. يعني انا شرحت بس احنا بنحرك ازاي، شرحت الجراف اديتور، وهشرح بقى كل جراف بيعمل ايه وبستخدم كل جراف امتى. دي كلها زي ما قلت لكم اساسيات تحريك، ولكن مش هنتطرق لها بشكل نظري، هتطرق لها باذن الله بشكل عملي وقت ما نكون بنشرح. يعني لما نحتاج حاجه هقول لكم احنا بنعمل هنا كده ليه وبنعمل كده ليه. طيب حلو قوي الكلام ده. احنا دلوقتي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هبدا ان انا اشرح حاجتين مهمين جدا، هم عباره عن الشيبز او الاشكال اللي بتترسم على الاسنان، وحاجه اسمها الماسك، ازاي بحدد سنه معينه، ازاي مثلا بعمل كونتراستور افكت. يعني مثلا انا عندي صوره الافتر اكسترا اورال او الافتر انترا اورال، خلينا ننزلها على التايم لاين. هندوس اس وشيفت وبي وشيفت وار علشان نلفها 90 درجه، نصغر السكيل بتاعها شويه عشان هي كبيره. انا عايز مثلا اعزل الابر ارش عن اللور ارش، عايز بس الابر ارش بس هو اللي يبقى ظاهر زي كاني مصور بكونتراستور. فببدا اعمل ده ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الماسك، ودي اللي هنتعلمها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. برضو عايز ابدا ان انا ارسم شيبز او اشكال حوالين الاسنان واخلي الشيبز دي تتحرك واعمل لها انيميشن. ده هعرفه ازاي، ده برضو باذن الله هنتعلمه مع بعض في الفيديو اللي جاي. وبعد كده على طول هنبدا شرح التطبيق العملي الخاص بالفيديو اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في بدايه الكورس. فباذن الله خليكم متابعين علشان يوصل لكم كل جديد.